كاملين كنعرفوا ان السعوديه هي اول واكبر اقتصاد في دول الخليج والشرق الاوسط، ومن الدول اللي كتصرف الملايير باش تنقي الصوره ديالها وتغطي على العيوب اللي فيها. احتاج الفيلم الهندي حياة الماعز اللي 5 سنين هو كيتصور وفرش كلشي وحيد الريدو على الوجه الخفي ديال المملكه العربيه السعوديه. وخرج هذا الفيلم في 28 مارس 2024 على يد المخرج والكاتب الهندي بليسي بشراكه مع منتجين من الولايات المتحده الامريكيه. والقصه الحقيقيه ديالو تخدات من روايات ايام الماعز اللي دارت اكبر المبيعات في سنه 2008. والغريب فيه هو انه تصور في الجزائر والاردن، والعلاقه ما بين هاد جوج الدول والسعوديه هي علاقه مزيانه وما فيها حتى شي مشكل. والسؤال اللي كيطرح نفسه هو شنو اللي خلى الجزائر والاردن يوافقوا باش يتصور هذا الفيلم في الاراضي ديالو، وعلاش استهدف المملكه العربيه السعوديه بالضبط، واشنو هي القصه ديالو، وكيفاش هذا الفيلم قدر يرون السعوديه ودول الخليج بشكل عام. نبداو على بركه الله ومرحبا بكم في قناه المستقل. الحكايه ديال هذا الفيلم كتدور على نجيب محمد، واحد الراجل بسيط من الهند قرر واحد النهار على انه يخلي كل شيء من وراه ويهاجر السعوديه باش يبدل حياته للافضل ويعاون الاسره ديالو ويبدل من الوضعيه المعيشيه اللي كان عايش في الهند. وهاجر على اساس باش يخدم في الوظيفه ويعيش معزز مكرم، وسحب ليه ان السعوديه غير كتلوح في الفلوس. وفي الوقت اللي وصل للمطار هو وصاحبه بداو كيتسناو شكون اللي غادي يتكفل بهم. شويه هو يوقف عليهم راجل كبير وقال لهم انا هو الكفيل ديالكم، وتيقوه ومشاو معاه. وفي الوقت اللي ركبوا معاه وصل بهم واحد البلاصه كامله غير الصحراء، وهنا بدات المعاناه ديال نجيب والصديق ديالو. لقاو راسهم منصوب عليهم وتحيد ليهم جواز السفر، ومن ديك اللحظه بدا الاستغلال ديالهم في الرعي ديال الماعز والعمل الشاق في ظروف قاسيه، كيعيشوا في الجوع والعطش، وهادشي كامل تحت الحر ديال الشمس بلا رحمه بلا شفقه. الاستهداف ديال هذا الفيلم للسعوديه عنده اسباب كثيره، ومن بين الاسباب الرئيسيه اللي كتربط الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكه العربيه السعوديه هو نظام الكفاله، بحيث ان السعوديه من الدول الخليجيه اللي كتعتمد على نظام الكفاله بواحد الشكل اللي كبير. وهذا النظام كيعطي للكفيل كامل السيطره والحق على العامل المهاجر، وكيخليه عرضه للاستغلال والانتهاكات في ظروف وحشيه. والمخرج ديال هذا الفيلم استغل هذا النظام كنقطه محوريه باش يبين المعاناه اللي كيعانيوها المهاجرين في الاراضي السعوديه. والسبب الثاني هو التناقضات الاقتصاديه والاجتماعيه، بحيث ان المملكه العربيه السعوديه كتعرف نمو اقتصادي كبير في المنطقه العربيه وحتى على الصعيد العالمي، ولكن في المقابل كاين فئات كتعاني من الفقر والاستغلال. والفيلم بدوره قدر يبرز ويفضح الصوره الخفيه ديال النظام السعودي. والسبب الثالث واللي كان مقصود وهو الضجه والنقاش على الحقوق ديال العمال المهاجرين والضروره باش يتصلح نظام الكفاله والظروف المعيشيه اللي كيعيشوها العمال المهاجرين في الخليج العربي وحتى في دول العالم. بسبب هذه القصه الحقيقيه في هذا الفيلم تفتح باب النقاشات على حقوق الانسان والعداله الاجتماعيه، ماشي غير في السعوديه ولكن في العالم كامل. وهذا الانتاج السينمائي الهندي قدر يرول المملكه العربيه السعوديه وحتى الدول اللي كدير نفس النظام، وحطات اموال كثيره غير باش يتمسح هذا الفيلم وما ينتشرش في العالم كامل. هادشي اللي جسد فيلم حياة الماعز ما كاينش غير في السعوديه ولا غير، كاين حتى في دول عربيه ومنهم المغرب. ولا جينا نشوفوا كاين ناس في بلادنا كيعيشوا نفس القصه ديال هذا الفيلم. فلا مشيتي لبعض الديور كتلقى بنت قاصر خدامه ما كيخليوهاش تاكل حتى حبه ديال الزيتون، وكاين اللي كتاكل من الشياطه اللي كتبغى، وكاين اللي كتاكل غير مره واحده في النهار. اما داك السرباي المسكين اللي كتلقاه النهار كامل هو خدام كيتخلص غير ب 80 درهم، وخدام لا ورقه لا جوج. وكاين اللي كيخدم 12 ساعه في النهار، وهاد 12 ساعه كدوز كامله استغلال وحقره وعذاب. وفي اخر المطاف فيلم حياة الماعز جسد بحال هذا الواقع وضرب مثال حقيقي على الوضع القاسي اللي كيعيشه اي مهاجر في العالم كامل. والسؤال حتى الفوكاش يبقى الاستغلال والعبوديه،